يؤثر المنخفض الموسمي الهندي وينخفض الضغط الجوي وتخف الرياح الليلة، وتتحول الرياح إلى الجنوب الشرقي فترتفع الرطوبة خلال الليالي القادمة. وهذه الرطوبة مشاهدينا ستكون متعبة خاصة على المناطق البحرية، فتابعونا لمعرفة التفاصيل. الليلة الهواء يخف من الشمال الغربي ويكون متقلب وساكن، وبالتالي الليل يعتدل الطقس نسبيا بالديرة الصغرى في الديرة 30 درجة. شوف معاكم مناطقنا البرية والجهرة تنخفض درجات الحرارة ويعتدل الجو أول الليل، والهواء الشمالي الغربي يخف ويدوب، فسرعة الرياح تتراوح من 4 حتى 18 كيلومتر في الساعة، سمة صافية الليلة في الضواحي الخارجية والبرية الصغرى في الجهرة 28. أما على المناطق البحرية والساحلية في السالمية وكذلك بالفحيحيل الجو لا باس في الليلة، فيخف الهواء ويكون متقلب إلى الشرقي في جميع المناطق الساحلية الصغرى. على السواحل ما بين 30 و32 درجة. أما أمواج البحر فخفيفة في المناطق البحرية المكشوفة والجنوبية والشمالية وكذلك حول الجزر، إنما تكون خفيفة ارتفاع على السواحل، فالبحر أمواجه من هادي حتى 2 قدم. جونا اليوم وغد إن شاء الله بدأت الرياح تتحول إلى الجنوب الشرقي تدريجيا مع تأثير المنخفض الجوي، وينخفض الضغط الجوي بشكل كبير وترتفع الحرارة بالنهار ويكون الطقس مشمس، ومن يصير الليل ترتفع بعض من الرطوبة وتزيد سرعة الرياح في الديرة العظمى المتوقع نهار الغد 40 درجة. في الضواحي الخارجية وكذلك في مزارع العبدلي والوفرة والأجواء في السالمي كذلك ترتفع درجات الحرارة وأجواءنا مشمسة، ويتحول الهواء إلى الجنوب الشرقي ويعتدل وينشط أحيانا، توصل سرعته حتى 35 كيلومتر في الساعة، وهناك انخفاض في درجات الحرارة بالليل في مناطقنا البرية والمكشوفة. مشاهدينا أجواءنا حارة والجو مشمس خلال النهار على السواحل، والهواء جنوبي شرقي يعتدل وينشط فترات بالليل فيرفع الرطوبة النسبية على سواحل الخليج العربي وفي المناطق البحرية. اخواننا الحداقة نقول لهم البحر خفيف اول النهار وترتفع الامواج تدريجيا بالليل على المناطق الساحليه وجنوب راس الارض وحول الجزر كبر وقارو وفي المرادم، فالبحر هادي ل4 قدم وتاير بحر حمل. نتابع معاكم حاله البحر والمواقيت مع درجات الحراره في الايام المقبله. ارتفاع في الرطوبة، وستكون الرطوبة متعبة على المناطق البحرية والساحلية، وانخفاض الضغط الجوي سوف يؤثر على البعض بالصداع وعدم التركيز أحيانا، ويخف الصداع إن شاء الله بعد ما يرجع الضغط الجوي يرتفع خلال آخر الأسبوع. مشاهدينا انتهت نشرتنا الجوية، وفوق كل ذي علم عليم. أشكر لكم طيب المتابعة وعودة للأخبار.